اتفضل. هو في المناقشه اللي قالها، قال ان الدوحه حليفه لواشنطن، وان وقطر حليف لواشنطن ليس في الحرب فقط، ودي نقطه مهمه جدا نحط تحتها 50 خط. بمعنى ان قطر حليف لواشنطن مش في الاعمال العسكريه فقط، ولكن في جميع الاوقات، بمعنى تعاون استخباراتي وتعاون امني وتعاون سياسي لصالح الحليف الامريكي، طبعا مع فرق القدرات والامكانات لدوله زي الدوله الاعظم في هذا العالم اللي بتدير العالم ككل، ودوله صغيره زي قطر، فبالتالي هي حليف ليه في جميع الاحوال، بمعنى انك تتعاون معه استخباراتيا، ممكن تتعاون معه سياسيا لتضع سياساته ومصالحه امام عينك تماما وتنفذها، وفي نفس التوقيت الاراضي بتاعتك كلها ما هي الا قواعد للحليف الامريكي، حتى اذا رغب هذا الحليف ان يعادي دوله عربيه او ان يقصف دوله عربيه او ان يقوم باعمال ضد دوله عربيه.